في ظل الاستعدادات للاحتفال بالأعياد الميلادية المجيدة، تتجمع عائلة باسم أفتيم من مدينة يافا، والتي لجأت إلى مدينة بيت لحم عام 1948 عقب النكبة التي تمثلت بطرد 750 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم الأصلية في الداخل المحتل، حيث يتجمعون في محيط شجرة الميلاد لإضاءة أنوارها وطلب الدعاء والصلاة بالعودة إلى مدينتهم بعد أن هجروا منها قسرا. احنا من عائلة أصل من يافا، أجينا على البلد هون من 48. طبعا مش أنا، اللي هو والدي ورحمة سيدي أجا هو ولاده لما صارت النكبة وأطلعوهم من يافا عبنا العودة. ولليوم احنا بنقول إن شاء الله بنرجع على يافا، وكل عيد بيجي وبنتذكر يافا وبنتذكر أهلها. كل 25 الشهر اللي هو 25/12 بيكون في عيد الميلاد المجيد، ونصلي دائما صلواتنا للعودة، عودة إلى كل واحد لبلده، عودة اللاجئين. إن شاء الله كل واحد بيرجع على بيته، كل واحد بيرجع على بلده. احنا حابين نشوف بعضنا في العيد، في عيد الميلاد المجيد، في عم على البلد السلام والمحبة بين الناس. ويزين باسم وعائلته شجرة الميلاد بمفاتيح ترمز لمفاتيح العودة لمنازلهم وديارهم في يافا، حيث يأملون بأن يوصلوا رسالتهم للعالم من خلال الاحتفالات بعيد الميلاد في كنيسة المهد ومحيطها، التي تتوجه إليها أنظار وعدسات العالم أجمع كونها ميلاد السيد المسيح. هي كانت ظروف صعبة كتير لما تطلع، يعني تصور انك يكون واحد قاعد في داره وتيجي تطلعوا من داره وتهجروا على البلد تانية، يعني لا بيعرف حدا ولا في له اشي، يعني طلع من بلاده يعني بس في الاواعي اللي عليه. يعني لما طلعوا اجوا على هون اهل بيت لحم رحبوا فينا وسهلوا فينا، واحنا نشكر الله لقينا محبه من جميع اهل البلد، اهل بيت لحم. تزيين الشجره ليس الفعاليه والنشاط الوحيد الذي يسعى باسم وعائلته لايصال رساله اللاجئين من خلاله، حيث تقوم العائله المسيحيه اللاجئه كغيرها من عائلات اللاجئين في فلسطين بتزيين منزلها ومطعمها الشهير بالفلافل الطيب بصور يافا وشعارات تتحدث عن النكبه. طبعا انت شايف البوابير هذول، وشفت الباب وشفت المفتاح. طبعا هاي الدنيا، يعني في مثل كان يقول ماله عتيق ماله جديد. سبحان الله، احنا دائما الواحد بحب يدور على التراث، الاشي القديم، بذكره باهله، بذكره في ابياته، بذكره في جدوده. احنا لنا 75 سنه في البلد، احنا اول رخصه طلعت عندنا هون في 1951 للمطعم. يعني نوصل الرساله، هذه هي بتوصل الرساله لكل العالم انه احنا موجودين كفلسطينيه لاجئين، ونستنى في العودة، وإن شاء الله بنعود. وفي مناسبة عيد الميلاد وكغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين، عايشت عائلة أفتيم اليافوية بكبارها الذين رحلوا وصغارها الأحياء نماذج حياة صعبة في العمل على طول سنوات النكبة المستمرة التي لا بد من تذكير هذا العالم بها. لأنه إحنا عشنا هاي الشغلة، يعني إحنا بصراحة عشناها، بجوز أولادنا ما عاشوهاش بس إحنا عشناها. يعني أنا لحقت البابور، إحنا لما كنا نقلي الفلافل عمرنا ما قلينا على غاز، ولا عمرنا ما قلينا، دائما كنا نجيب الكاز. أنا أنزل على محطة البنزين أعبي برميل الكاز وأطلع، وكان عمري 10 سنين. هذه صدق كان بحكي لك إياها، كنت أجره بالعربية وأطلع عشان نعبي. ولما كنا نعبي الهواء في البابور، وهي البابور موجود عندنا في البيت، كنا يجيب عنا منفاخ الهواء تبع البسكليت، نضلنا نضرب فيه هيك تمنى يعبي هواء. ورغم هذه المعاناة، يرى باسم وأقربائه أن تعبهم وجهدهم لم ولن يذهب هدرا، حيث أصبح المطعم الأشهر في بيت لحم محجا للزوار والحجاج رسميين ومواطنين، وهو ما يعزز فكرتهم بأهمية إيصال الرسالة لحين تحقيق الحقوق والعودة إلى يافا. نشكر الله، احنا هون اسمنا كويس، مطعم أفتيم في بيت لحم. يعني نشكر الله، نحمد الله انه في عندنا 3 محلات، صار في واحد في المدبسة، وفي عندنا كمان واحد ببيت جالة، على طيبة سمعتنا وصدقنا مع العالم. احنا بيجونا ناس كتير، حتى ناس امريكان، اجانب، كله كتير من كل جميع دول العالم.
حتى نشفيه على المطار لما بيجي السايح بتفرج بيلاقي اسم أفتيم موجود في الكتاب إنه هذا من المطاعم المشهورة. يعني أنا بقول دائما يعني اللي بزور بيت لحم ما بزورش مطعم أفتيم معناه ما زارش بيت لحم. بصراحة بقول لك أي وفد بيجي من برا على البلدية، وزير، مسؤول، كيف بدي احكي لك، كلهم يعني بيقولوا لهم بس نجيبوا اكل من عند افتيم او خذوه من عند افتيم لانه مطعمنا باعتبار تراث. رسالتنا انه يعم السلام على الجميع، وان شاء الله كل واحد بيرجع على بلد زي ما حكيت لك في اول البرنامج. يعني ان شاء الله كلنا نرجع على بلادنا، واللي له اشي يحصله ياخده ما يروح عليه، لانه هذا تعبهم وشقاهم في النهايه. يعني لما انا عندي بيت في يافا ومش قادر اوصل ولا قادر اطلع عليه بكون حزين كتير. مع الأعياد الميلادية المجيدة تتجدد الآمال والصلوات للاحتفال بميلاد السيد المسيح الذي جاء برسالة العدل والسلام والكرامة الإنسانية التي يفتقر إليها أبناء أتباع المسيح في أرضهم المقدسة، ويأملون بهذه الصلوات أن يتذكرهم هذا العالم الصامت عن نكبة فلسطين بمسيحيها ومسلميها. منجد جادو لشبكة فلسطين الإخبارية PNN، بيت لحم.